الله يخليك. انا على فكره كلمت حضرتك بس لم يتم الرد. نسيت الموبايل والله، نزلت على الشغل نسيت الموبايل بس. لا ولا يهمك يا فندم، انا تواصلت على فكره باداره الحسابات ولسه الشيك لم يتم اصداره. طب والحل ايه طيب؟ انا بتابع يا فندم كل يومين كده بالكتير، واول ما يتم اصدار الشيك هكلم حضرتك. يا استاذ مينا، انا اللي بيحصل معاكم ده انا ذنبي فيه ايه؟ يعني انا ليه اقعد شهرين ما اخدش فلوسي يعني؟ طب ليه؟ هو ما جاش شهرين يا فندم على انا بقالي شهرين دافع الفلوس، انا بكلمك انا بقالي شهرين دافع الفلوس من اسبوعين، من جالي الرد من حوالي شهر، اتصلت من حوالي اسبوعين، قلت لي هتستنى اسبوعين، والنهارده عدى الاسبوعين وما خدتش برضه 16000 جنيه. طب الحل ايه؟ انا بعتذر لحضرتك يا فندم، وباذن الله خلال اقرب وقت هيكون حضرتك مستلم الشيك. يعني امتى كده؟ انا هتابع والله مع الاداره حاضر، واول ما يطلع هكلم حضرتك فورا. ايوه انتوا ليه بتعملوا كده يا استاذ مينا؟ انتوا نادي على فكره يا فندم، انا بقول لحضرتك هي اجراءات الاداره الماليه بس. ما تقبلش العميل، والعميل دافع عربون او دافع المقدم، والله ما حصلش نصيب ان حضرتك هتقبل عندنا، اتفضل ال 16000 جنيه بتوعك. ليه تقعدوا العميل شهرين الفلوس عندكم؟ يعني انا والله يا فندم انا اول ما يطلع، هو على فكره اجراءات اداره ماليه مش طب الاداره الماليه متعوده يعني تاخدوا الفلوس والعضو ما يقبلش عندكم وتقعدوه شهرين على انتوا كده بتكسروا يا فندم. الفلوس مش هتقعد عندنا على فكره تعمل حاجه، دي كلها حاجات ما هي مش هتقعد. طيب انا اخد فلوسي، طيب ما هي مش هتقعد يعني مش بنعمل منها فايده يا استاذي. انا لما رحت اقدم في اول قعده اديتكم 16000 جنيه في الخزنه، ليه ما اخدش بقى؟ ما حصلش والله. جه الرد بعدها والله ما فيش قبول ان حضرتك هتقبل معانا، ادي 16000 جنيه او بعدها بيوم اتنين، لكن شهرين ليه يا استاذ مينا؟ عشان بتبقى دخلت يا فندم في حسابات النادي. حلو، حسابات النادي تقعد شهرين ما تطلعش؟ بتطلع من الاداره الماليه يا فندم، بتطلع باجراءات من الاداره الماليه. اجراءات ايه شهرين؟ يعني الاجراءات دي بتقعد شهرين عشان اخد فلوسي؟ مستر محمود، انا على فكره يعني بتواصل مع الاداره الماليه عشان حاجه حضرتك تخلص، لكن انا مش في ايدي حاجه، مش انا اللي بخلصها، انا بساعد حضرتك. بتخلص لي ايه يا استاذ مينا؟ بتخلص لي ايه؟ انا عايز اعرف انت بتخلص لي ايه؟ انا بقول لك انا عايز فلوسي. انا مش بقول لحضرتك انا بخلص لك يا فندم، انا بقول لحضرتك دلوقتي انا بتابع مع الاداره الماليه ان الحاجه دي تخلص، لكن مش انا اللي بطلع الشيك. انا عامه بتابع مع الاداره يا فندم، اول ما يخلص الشيك بتاع حضرتك انا هكلمك، وبعتذر لحضرتك طبعا عن التاخير. انا مش عارف مين اللي دبسني في نادي وادي دجله دوت، ولا مين اللي قال لي عليه. انا ما اعرفش ان انتوا عندكم كده يعني، حتى اللي ما بيقبلش عندكم يعني ايه انتوا كده بتفتروا على الناس. والله ده افتراء يا استاذ مينا، انتوا كده بتفتروا على الناس. اكلم خدمه العملاء الصبح تقول لي كلم مش عارف، كلم مايكل. انا والله ما قصرتش مع حضرتك، انا رجعت للاداره الماليه اول ما دخلت الشغل. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. انا دفعت على عربون تعاقد وما حصلش نصيب، ادي عربون التعاقد بتاعكم يعني. يا مستر محمود انا على فكره ما كلتش عليك فلوس، انا بقول لحضرتك شهرين. طب ماشي، ما هو معنى شهرين ده ضرر لوحده، ولسه يا عالم انت بتقول لي كمان كل يومين هتبعت، يعني ليه؟ على فكره انا ما قصرتش مع حضرتك. انا دلوقتي انا لما ليه عشان تاخد مني 16000 جنيه تقعدهم شهرين ولسه هتقعدني تاني؟ انا اول ما دخلت يا فندم وكلمت الاداره الماليه ورجعت لحضرتك على طول، انا ما قصرتش مع حضرتك. يعني يا استاذ مينا امتى تاني؟ انا بقول لحضرتك يا فندم هتابع مع الاداره الماليه، اول ما يخلص هكلمك ان شاء الله. ماشي يا استاذ مينا. بص مش هقدر اجي حضرتك معاك لان مش انا اللي بطلعه. ما تدينيش وعد. انا هنزل دلوقتي هروح اعمل لكم محضر، وهاجي لكم على النادي دلوقتي، وهجيب الحكومه هناك ونعمل محضر. والله لا اعمل محضر، وهنزل صوره الايصال على الفيسبوك، وهنزل كل اللي حصل معايا. انتوا نادي عنصري. مراتي منقبه وما بتوافقوش على المنقبات، ما جاتش جت. قولوا لي من الاول يا جدعان. هو الولد بتاع التسويق قال لي والله ممكن تيجي من غير النقاب، قلت له لا انا زوجتي منقبه وهتيجي بالنقاب. كان قال لي مش هينفع. ده مش اجرائي خالص، ده حاجه تتعلق بالانترفيو. طب كان يقول لي من الاول يا استاذ مينا ان بدل زوجتك منقبه وانت مصمم ان هي تحضر بالنقاب، مش هيوافق، وما كانش خد مني الفلوس. وبعد ما ياخد الفلوس يقدرني، تقدروني شهرين ولسه عشان اخد فلوسي. ما حصلش قبول ادي فلوس يا استاذ محمود. موضوع القبول او غير القبول، موضوع القبول او عدم القبول ده يا فندم ده مش اجرائي خالص، ده اجراء انترفيو.
ايوه مش انا اللي باخد فيه قرار. ما انا عارف ان انت، بس ايه، انت خدت مني 16000 جنيه عشان توافق على عشان المقدمه بتاعت النادي. والله ما حصلش قبول في الانترفيو، ادي 16000 جنيه بتاعتك، بكره بعده بعد يومين بعد 3، لكن شهرين يا استاذ مينا كتير يا فندم. لسه والله ما تمش اصدار الشيك، لو تم والله انا هخلص يعني. انا شفت بكل ادب وبكل احترام، انا هنزل اعمل لكم محضر، والله لا انزل اعمل محضر دلوقتي، وهنشر صوره المحضر وصوره الايصال على الفيسبوك، واقول اللي حصل معايا، عشان انتوا نادي عنصري، نادي عنصري، وعايزين تقدروا العميل كمان، مش عايزين تدوا فلوسه. اذا مش لدرجه العنصريه عنصريه، وهنتعبك كمان ومش هنديك فلوسك. لمجرد ان مراتي منقبه مش عايزين، خدتوا فلوسي. ده انتوا خدتوا الفلوس وما وافقتوش، ادوني فلوسي، ادوني 16000 دي بتوعي. لا انا كده مش هاخد الفلوس، والله اللي انتوا بتعملوه ده انتوا عايزين تجيبوا الفلوس، والله لا تفضلوا كده شهر واثنين وثلاثه واربعه وعشره. انا هنزل اعمل محضر اضمن بيه حقي في نادي وادي دجله، وهصور المحضر وهصور الايصال وهرفعهم على الفيسبوك. عندك حل دلوقتي يقول لي، ما عندكش، انا عرفت ان الفلوس رايحه فخليها رايحه بتاعتي يا باشا. الفلوس رايحه، والله الفلوس رايحه. لما تقعد شهرين ولسه بتقول انا هتابع، الفلوس راحت كده، الفلوس راحت، بس في داهيه الفلوس. بس انا هاخد حقي وهنشر اللي حصل معايا والعنصريه اللي انتوا فيها، ومش بس كده، لمجرد ان مراتي منقبه عايزين تتعبوني ومش عايزين تدوني الفلوس. كنت تقولوا من الاول. حضرتك يا فندم من غير كل ده حضرتك هتاخد فلوسك. والله لا انزل دلوقتي اعمل المحضر، والله لا اروح اسمي معادي دلوقتي اعمل المحضر. ده شهدك طبعا يا فندم، وهنشر اللي حصل معايا كله.